الرحمن الرحيم. احمد عبد الله، سيلز مانجر شركه فيوسوفت. فيوسوفت شركه سوفت وير اشتغل في السوق المصري من 2007، متخصصه في مجال البرمجيات وخاصه ERP، ودي نوعيه التطبيقات اللي بتغطي كل المنشآت باختلاف انواعها، من شركات حكوميه لشركات قطاع خاص في القطاعات الصناعيه، السيراميك والادويه، او قطاعات الاسمده، القطاع الزراعي، او قطاع المقاولات، قطاع التجاره، الاستثمار العقاري. في فيوسوفت احنا بنشتغل بتكنولوجي داتابيز اوراكل وتول اوراكل، وبنحاول دايما نكون بنيوز الليتست تكنولوجي، بنواكب التطور على قدر المستطاع. فيوسوفت من ساعه ما بدات كان عندها البرودكت الخاص بيها فيوسوفت ERP، اللي بينقسم لمجموعه اجزاء رئيسيه بتغطي الشق المالي والشق والمخازن والمبيعات والمشتريات، العملاء والموردين، التصنيع، الHR الموارد البشريه. وبدانا نتوسع نعمل الاجزاء اللي تكفر القطاع الزراعي وقطاع السيراميك وقطاع الاسمده. لكن النهارده بنستغل الحدث دوت في يوم الابداع المصري اللي تحت رعايه شركه اوراكل، بان احنا بنعلن عن منتجين جداد، منتج فيوسوفت BI او منتج الفيوسوفت دوكيمنت مانجمنت سيستم او الارشيف الالكتروني. دول منتجين جداد بنعلن عنهم النهارده، هيساعدوا الشركات كتير في اداره اعمالهم، وخاصه ان الدوكيمنت مانجمنت سيستم هيساعد القطاع الحكومي كتير جدا في التعامل الداخلي ومتابعه العمل والرسائل الداخليه داخل الشركه. هل المنتجين دول موجودين في السوق المصري ولا هيبقوا موجودين في السوق الخليجي مثلا؟ دول تم طرحهم حاليا في السوق المصري، وبصدد ان احنا التوجه للسوق الخليجي. يمكن احنا كان عندنا تجربتين، تجربه في دبي وتجربه في السعوديه لفيوسوفت ERP. التعامل تم كله من خلال الانترنت، من اول العرض التقديمي، البرزنتيشن، ثم التعاقد، ثم تحميل البرامج، الانستليشن، ثم التدريب والتطبيق. كل ده تم بسرور الانترنت. والنهارده بدانا ناخد القرار والتوجه بان احنا يبقى لينا فرع ان شاء الله في الخليج، وقع الاختراع للسعوديه، على المملكه السعوديه في مدينه الرياض، بصدد تاسيس فرع وبنبقى متواجدين هناك بصفه مستمره. طبعا احنا بنحاول دايما على قدر المستطاع نخدم العملاء بما يعود على الشركات نفسها بالنفع، وفي نفس الوقت طبعا بقى اكيد بيعود على الاقتصاد المصري وعلى السوق المصري بمزايا كتير ممكن الناس تحس بيها وتلمسها. الحمد لله قدرنا في الفتره ديت، في ال7 سنين عمر فيوسوفت، يبقى لي نسبه كبيره من الماركت شير اللي موجود في السوق، برغم كم المنافسه اللي ممكن نلاقيها، وبرغم كمان الظروف اللي اكيد كلنا عارفين بيها، الظروف السياسيه والاجتماعيه والاقتصاديه البلد بتمر بيها من 2011 للنهارده. هل انتوا اتاثرتوا بالظروف دي في الفتره الماضيه؟ طبعا اكيد الناس كلها اتاثرت بيها، بس سبحان الله يعني يمكن من توفيق ربنا ان كان افضل وقت مبيعات لينا هو السنه اللي فاتت 2013، رغم كل الاحداث اللي تمت فيها. والربع الاول من 2014 يمكن احنا حققنا في الربع الاول من 2014 مبيعات تفوق مبيعات 2013 كامله بنسبه 25%. هل ده بيوحي بالاستقرار؟ وده اعتقد بنسبه كبيره بيوحي ان البلد بدات في اتجاهها للاستقرار برغم كل ما يصار حاليا، وده معناه ان الناس بدات تثق او تعود الثقه في السوق المصري، بدا يضخوا استثمارات من اول وجديد. طبعا لا يخفى على احد ان 2011 بعد اول فتره بعد الثوره رجال اعمال كتير بداوا يتخوفوا من ضخ الفلوس في السوق المصري او الاستثمارات في السوق المصري، لكن النهارده لا، الثقه اعتقد بترجع بشيء من التدريج، وده بقت بدرجه ملحوظه. ان لما الاقي رجال اعمال بداوا يثقوا ان هم يستثمروا في شركاتهم في شراء سوفت وير النهارده، فده بيوحي ان الثقه بدات ترجع في السوق المصري تاني، وده احنا بنتعشمه ان شاء الله، واعتقد اللي جاي هيكون افضل باذن الله. نسبه الاستحواذ بتاع فيوسوفت في السوق المصري قد ايه تقريبا؟ يعني اعتقد ان احنا في السيكتور بتاعنا احنا ممكن نكون على حسب المؤشرات اللي في الفتره الاخيره ممكن نستحوذ على حوالي 30% من السوق في السيكتورز اللي احنا بنغطيها. الفترة القادمة أنا شايف إن التوسع والاتجاه رايح لإفريقيا، يعني هل أنتوا فكرتوا في الموضوع ده؟ ده بالفعل من ضمن الحاجات اللي احنا حاطينها في حسباننا، لأن شايف إن في توجه دلوقتي لتحسين علاقاتنا مع الدول الإفريقية، واحنا برضو كان عندنا أكتر من اجتماع، كان آخرهم امبارح في تبع جمعية اتصال في حضور الدكتور عاطف حلمي وزير الاتصالات، وكنا بنناقش التوجه دوت ونشوف ازاي ممكن وقت ما الحكومه تبدا تاخد قرار ويبقى في توجه لفتح اسواق افريقيه. واحنا كان لنا تجربه من فتره كبيره سنه 2009 اعتقد على ما اتذكر، رحنا السودان مع غرفه صناعه البرمجيات، وكان لنا معرض هناك وكان ليه نتائج ملموسه، بس كان طبعا لما جت بعد كده احداث الثوره للاسف الموضوع كان توقف فتره. احنا بصدد النهارده ان شاء الله ان احنا نحاول نعيد الموضوع ده الجديد. اي القطاعات واي المنتجات عليها نسبه اقبال اكتر ما عند فيوسوفت يعني؟ طبعا اكيد الفتره اللي فاتت الERP بتاعنا نتيجه ان هو بدا يغطي انشطه في انظمه كتيره مش بتغطيها زي الزراعه والسيراميك، فده النهارده
هتلاقي ان معظم مبيعاتنا الفتره اللي فاتت كلها ماشيه في التوجه دوت الزراعه والصناعه. لكن احنا برضو من ضمن التوجهات اللي احنا ماشيين فيها قطاع المعامل، ودي نقطه مهمه جدا الناس كتير بتغفل عنها، ان معظم معامل التحاليل الطبيه بتجيب سوفت وير النهارده ما فيهوش الجزء الخاص بالمعامل، او تجيب الجزء المعامل ما فيهوش خاص بالباك اوفيس او الاي ار بي. فبدانا ندخل وننتجريت مع برامج اللي بتهندل التعامل مع المرضى او البيشنتس من البدايه. شكرا. ميرسي جدا ليك.